ماذا لو كانت الجزائر على بعد خطوات قليلة من أن تصبح قوة نووية؟ ليس خيالاً، بل خطة حقيقية واستراتيجية. في السبعينيات وقف رجل واحد ضد التوازن العالمي، هواري بومدين. في تلك الفترة كانت الجزائر من الدول العربية النادرة التي تمتلك مناجم يورانيوم ضخمة في الهقار جنوب البلاد. كانت تمتلك مفوضية للطاقة الذرية واتفاقيات علمية مع الاتحاد السوفيتي وإرادة قوية للاستقلال التكنولوجي. عام 1974 وفي الأمم المتحدة صرح بومدين بكلمات هزت القاعة: إذا كانت إسرائيل تمتلك القنبلة النووية فلدينا نحن العرب نفس الحق. لم تكن مجرد كلمات، بل إعلان تحد مباشر للنظام العالمي القائم. في الخفاء أرسل علماء جزائريون إلى الاتحاد السوفيتي والصين والأرجنتين. تم بناء مفاعل نووي في درارية، وتشير أدلة كثيرة إلى احتمال وجود برنامج عسكري موازن. الجزائر كانت قريبة من امتلاك قدرة ردع حقيقية، لكن سرعان ما بدأت الضغوط. دبلوماسيون فرنسيون وأمريكيون حذروا من هذا المشروع، وبحسب شهادات تم اختراق البرنامج علمياً، بل وتمت عرقلة التعاون من الداخل. في ديسمبر 1978 توفي بومدين بمرض نادر وسريع لم يفسر حتى اليوم. البعض رأى أنها مصادفة، والبعض الآخر اغتيال بأسلوب غير مباشر. واليوم لا تزال الجزائر تمتلك أحد أكبر احتياطات اليورانيوم في إفريقيا، كما أن لديها مفاعلاً نشطاً وبرنامجاً نووياً مدنياً تحت إشراف الوكالة الدولية. فهل انتهى الحلم النووي؟ أم أن الجزائر تحضر لعودتها في الظل؟ التاريخ لم ينتهي بعد. اشتركوا في القناة لتكتشفوا الحقيقة المخفية. الجزائر لها تاريخ قوة، وقد حان وقت استعادته.